صباح الفل. ما تيجوا نتكلم شوية عن الصمت العقابي. آه، ايه اسبابه؟ ليه بيستخدم معانا من النرجسيين؟ وهبتدي بالام لان هي دي اساس كل اللي بيحصل لنا. وليه احنا بنخاف وقت الصمت العقابي وبنبقى متوترين جدا وعايزين المرحلة دي تنتهي، حتى لو الانتراكشن والكوميونيكيشن اللي مع الشخص النرجسي بيعمل لنا مشاكل وبيضايقنا وبيتعبنا. الصمت بيتعبنا اكتر. الفترة بتاعت الصمت العقابي دي بتتعبنا اكتر. هقول لكم ليه. تالت حاجة، ازاي نتعامل في الفترة دي وايه اللي ممكن نقدر نعمله مع نفسنا علشان نستحمل نعدي الفترة دي من غير ما تيجي على اعصابنا وتبهدل لنا حياتنا يعني. طيب، اول حاجة، ليه الصمت العقابي بيستخدم؟ الصمت العقابي بيستخدم من الام النرجسية مبدئيا، لان احنا لو اتكلمنا عن الراجل النرجسي، هو احنا كده كده اكتسبناه لحياتنا علشان احنا كان عندنا ام نرجسيه، ده اكيد، او اب نرجسي، بس في الغالب ام نرجسيه. فلما نفهم ليه الام بتعمل كده هنفهم بقيه النرجسيين كلهم بيعملوا كده ليه. طيب، الصمت العقابي ده، احنا زي ما اتفقنا قبل كده، النرجسي عنده هدفين في حياته بيعمل بيهم اي موقف. الهدف الاول التحكم، الكنترول، والهدف التاني الشو اوف، او ان انا بظهر حاجة للناس عشان يشوفوا ان انا فظيعة ومفيش زيي. الصمت العقابي بينزل تحت الكاتيجوري بتاعة الكنترول، التحكم. ازاي بقى حد يتحكم معايا وهو مديني كتف كده، مديني وش، وما بيتعاملش معايا ومحتقرني وبيرمي كلام كده، بيكلم حد على انه بيتكلمني وبترمي لي كلام من تحت لتحت، من كحك لكحك كده. ازاي يعني؟ ايه نوع التحكم بقى ده؟ ازاي ده؟ الصمت العقابي بيتلعب من اول ما بنتولد. على فكرة، هي احنا بنستوعبها لما بنكبر، بس من واحنا بيبيهات الام النرجسية بتمانيبيوليت علاقتنا بيها وبتحورها علشان تقدر دايما تبقى معاها الحنفية بتاعة المود بتاعنا وبتاعة حياتنا وافكارنا ومشاعرنا، وكل حاجة تبقى معاها هي في ايديها، كنترول، ريموت كنترول بتاعها. بتستخدم الصمت ده كنوع من العقاب علشان الطفل او الطفلة يحسوا انهم منفصلين عن مصدر الحياة بالنسبة لهم، لان الطفل الام بالنسبة له او بالنسبة لها بتبقى مصدر الحياة. وده اللي ودي حكمة ربنا يعني. هو احنا من نتولد ما بنبقاش على طول نقدر نروح ماشيين في 10 دقايق يعني، ولا ناكل لوحدنا، ولا خلاص ننفصل طالما اتولدنا. لا، بنفضل معتمدين على الام لفترات طويله جدا في حياتنا، بقى طولت قصرت حسب هنعيش معاها قد ايه، بس على الاقل في الاول لازم نبقى معتمدين على الام كليا. فلما تدخل في حته او ما بتقرر تعمل الصمت العقابي ده عقاب للتحكم في مخاوفنا. ان الطفل بيخاف انه لو امه ما تعاملتش معاه، هو بيبعد عن مصدر الحياه. مش مجرد شخص لو بعدت قشطه، ولو جت اهلا وسهلا انها تلعب معانا. لا، دي مصدر الحنيه، مصدر الاكل، مصدر الشرب، مصدر ان انا ازاي هبقى نظيف، مصدر الدفء، ان انا متدفي، مصدر الحضن. على فكره الاطفال لما بيتولدوا لو كلوا وشربوا اتعمل لهم كل حاجة مظبوطة، وبقوا في درجة حرارة مظبوطة وكله تمام، وما اتحضنوش، بيموتوا بعد شوية، بيموتوا. بيحتاجوا الحضن، بيحتاجوا يحسوا الحنية، بيحتاجوا يحسوا الكونكشن. وبالتالي الأم بتستخدم هذا النوع من أنواع الضغط العصبي والسترس والتحكم علشان دايما الطفل يبقى مستني مامته تكلمه، حتى لو هتهزقه، حتى لو هتمسح بيه الأرض، حتى لو هتزعق له أو هتضربه. معلش، مش مشكلة، المهم إن هي شايفاني، المهم إن هي حاسة بيا، مش مهم هي حاسة بيا إزاي. فيبقى دايما تحت رحمتها وتحت يعني الرادار بتاعها.
ماما مبسوطه ولا زعلانه؟ دي ماما لو زعلت بتسكت، ولو سكتت بحس بعدم الامان وبخاف. طب ابسطها ازاي؟ ويقعد يدور الطفل، تقعد تدور الطفل على انها تبقى مصدر سعاده لمامتها على قد ما تقدر، لان في رعب من مرحله السكوت ومرحله الصمت اكتر من الرعب من مرحله الزعيق والضرب والكلام ده كله. وده بيوصلنا للنقطه التانية، ليه بنخاف او بنتوتر جدا لما حد بيستخدم معانا الصمت العقابي حتى واحنا كبار؟ كل ده بيرتبط بالطفوله. انا لما كنت طفل النوع ده من انواع العقاب كان اكتر حاجه بتعذبني، كان اكتر حاجه مرعبه، لان انا مخي بيقول لي انت هتموت، انت معكش مصدر حياتك، انت مصدر حياتك قافش عليك، ما بيكلمكش، بيتجاهلك. فانت انت في ثريت، تهديد مرعب لحياتك، مش يومك ولا مودك ولا شغلك ولا حاجه، حياتك كلها في ايد الشخص ده، والشخص ده مقرر ان هو يفصلك عنه لفتره، حسب طولها وقصرها، بيبقى حسب طبعا ايه، الاستجابه والدرس اللي عايزين يعلموه لنا، وقرصه الودن والكلام ده كله. فالطفل اصلا احنا واحنا اطفال ده كان زي ما بيقولوا worst nightmare، اوحش كابوس في حياتنا ان ده يحصل، علشان هما مصدر الحياة. طب بعد ما كبرنا هو مش مصدر الحياة ولا حاجة، ده احنا عندنا شغلنا وبنشتغل وبنقبض فلوس ومتجوزين ممكن ومخلفين وفي الاربعينات وممكن نكون بنسافر وبنرجع وبنعمل كل اللي ما بدلنا، بس لسه موضوع الصمت العقابي بيرعبنا من جوه، بيخلينا مش على بعضنا، بيخلينا مترقبين وات نيكست، هيتعمل ايه بعد كده؟ طب ما انا كبيره اهو، ممكن ابقى في منفصله في بيت تاني او في اوضه تانية او بعرف اكل نفسي واشربها. كل ده بقى بيرجع لمخاوف حاجه اسمها الانر تشايلد. الانر تشايلد ده هو اللي هو الطفل الداخلي اللي جوانا، اللي بيفكرنا بالثريتس بتاعت ايام الطفوله، علشان ما نكررش اي خطا كنا بنعمله واحنا بنكبر. يعني النار مثلا بتلسع، هي دي اتعلمناها واحنا كبار؟ لا، من واحنا صغيرين، يا اما اتلسعنا فعرفنا ان النار بتلسع، يا اما اتقال لنا ان النار بتلسع فخلاص احنا رابطين النار بالتهديد ده، بتهديد اللسع. فاحنا رابطين الصمت العقابي بتهديد الحياة، بتهديد اللي انا ممكن اموت، ممكن انهار، ممكن انتهي. الانر تشايلد لو بصينا لنفسنا على اننا انا بلوك واحد كده في بعضي، انا زي انا من وانا صغير وكبرت انا واحد في نفسي كده، مش مفياش المخاوف دي، ملهاش سن معين، مش هعرف اتعالج، مش هعرف اوصل لحاجه، لان دايما هيبقى انا بهجم على نفسي، بجادج نفسي، بنتقد نفسي. انت كبيره وشحطه كده، ومامتك لما بتسكت يومين ولا 3 بتتضايقي ولا بتخافي؟ ايه ده؟ ايه الموضوع ده؟ ازاي كده؟ وانا ليه ببقى كده؟ هو ليه نبقى كده؟ السؤال الاجابه ان ده مش انتي، ده مش انت، ده الطفله الصغنونه اللي جواكي، اللي بتنبهك وبتقولك في خطر، في خطر على حياتك. مامتك ما بتكلمكيش، جوزك ما بيكلمكيش، انت متجاهله، انت انفيزبل، انت مش متشافه، انت محدش شايفك اصلا. ده مش الشخص الكبير اللي بيتكلم او بتتكلم، ده مش الادلت اللي بتتكلم، ده التشايلد، الالارم سيستم اللي جوانا، اللي اتبنى عندنا من واحنا صغيرين وملناش يد فيه. معلومه كده على جنب، الطفل من اول ما بيتولد، من قبل ما بيتولد، من هو في بطن مامته لحد 7 سنين، ريكوردر لكل حاجه بتحصل حواليه، ما بيفلترش الصح من الغلط. الطفل شايف ان اهله دول مصدر الحياه، وان دول ملايكه ودول ما بيغلطوش، ان كل حاجه بتتعمل دي ديفنتلي صح. مفيش صح وغلط في مخ الطفل لحد 7 سنين، مفيش حاجه اسمها بفلتر اللي بيتعمل فيا ده ينفع، طب اللي انا خدته ده حقي او مش حقي، طب العقاب ده انا المفروض اتعاقب ولا لا. اوتوماتيكلي كل حاجه بتحصل لي هي مسلم بيها وصح.
مفيش اي نوع من انواع الفلتره. فانتم متخيلين لحد 7 سنين كميه الصمت العقابي اللي تعرضنا لها من الام النرجسيه قد ايه، وكميه الالارم اللي تخزن في الانكونشس بتاعنا، في اللاشعور بتاعنا. انتوا متخيلين مداه؟ فدلوقتي مين اللي بيخاف من الصمت العقابي؟ الطفله اللي جوانا، مش احنا الكبار، لان ده بيتنافى مع فكره ان احنا كبرنا وبقينا مستقلين. ودي بتوصلنا للنقطه الثالثه. ايه الحل لما بتعرض لصمت عقابي؟ اعديه ازاي؟ وازاي ما بقاش من جوه خايفه من المرحله اللي بعديه على الاقل؟ اول حاجه احنا محتاجين في الوقت ده نكلم الانر تشايلد بتاعنا، نكلمها كانها بيبي، كانها بنتنا. احنا بنكلم بناتنا، ولا بنكلم بيبي صغنونه، بنت اختنا ولا بنت خالتنا ولا مش عارف ايه. بنكلمها بعطف وحنيه، وبنفهمها، وبنبقى حنينين. مش دايما بنبقى غضبانين وبنتكلم بنوشفيه زي ما بنتكلم مع نفسنا طول الوقت. فاول حاجه لازم استوعب ان انا جوايا طفله خايفه. طب اعمل لها ايه؟ اطمنها. الله، طب ما انا هي بس انا كبرت، فانا محتاجه افهمها ان هي مش محتاجه حد من برايا، هي محتاجاني انا اطمنها. انا كادلت ان شاء الله تجيبوا صورتكم وانتوا صغننين، صوره وانتي بيبي، وتكلميها عادي، بلاش قدام الناس عشان ما تفتكروش مجنونه. بس والله العظيم يا جماعه بجد، اللي انا بقوله ده كوتشنج ستايلز فعلا بتتعمل في السيشنز. فانتي بس طبعا الكوتش بيبقى معاكي، ما بيبقاش بيحكم عليكي او مستنيكي تغلطي، او بيقولك ايه المجنونه دي خالص. طبعا الموضوع بيبقى مختلف تماما. فالتدريب ده ان احنا نجيب صورتنا واحنا بيبيهات، او نفتكر شكلنا واحنا صغيرين، ونبتدي نكلم نفسنا. عايزين تكتبوا، ممكن تكتبوا لتر لنفسكم، تكتبوا جواب لنفسكم. الطفله المفروض ان هي بتعرفش تقرا قوي، بس يعني اي نوع من انواع الكونكشن معاها، نطمنها ان هي في امان، ان هي مش هتموت عشان مامتها ما بتكلمهاش، ان انتي معاها، انا معاكي، انا موجوده. احنا كل حاجه دلوقتي معانا الحمد لله، احنا بنعرف ناكل نفسنا ونشرب نفسنا ونعرف نخرج، احنا مش محتاجين حد ياكلنا او يدفينا او الكلام ده كله. انا معاكي، احنا طلعنا من الموضوع ده عمره ما هيضرك وعمره ما هيحصل لك حاجه. دي حاجه. تاني حاجه ان نستغل الفتره دي في اننا نتنفس. يا جماعه تنفسوا يعني فترة الصمت دي فترة نفس، فترة النرجسية مش على قلبك، مش كبسة على نفسك، مش تعالي وديني وتعالي خديني وعملتي ايه وجيتي منين وسويتي ايه وايه القرف ده وعامله كده ليه ولابسه كده ليه. حلوه، خليها مبوزه، خليها مبوزه، خليه مبوز خليهم بعيد. المشكله ان احنا نبقى عايزين نكسر الفتره دي من خوفنا. فلو احنا اتكلمنا مع الانر تشايلد وظبطنا لها دماغها وفهمناها ان الدنيا بيس، طب ما بيس يا اولاد وسلام. حلوه، خليهم بعاد شويه، ظبطوا حالكم، ظبطوا مودكم، ظبطوا شكلكم، ظبطوا نفسيتكم، شوفوا اصحابكم اللي ما بتشوفوهمش لما بيبقوا كابسين على نفسكم. اشتروا الحاجات اللي بتبقى نفسكم تشتروها وانتوا لوحدكم، هم ما بيسيبوكوش. اخرجوا، اقروا، اعملوا اللي يعجبكم. الفتره دي، فتره البعد دي، استغلوها، ما تحاولوش تكسروها بسرعه. فدول الثلاث حاجات اللي انا قلت لكم في اول فيديو ان انا هتكلم عليهم. اتمنى يكونوا يجيبوا معاكم اي نتيجه ايجابيه ولو بسيطه، يا رب، مدعي ربنا. لو في اي حاجه استفسار اكتر او عايزين نتكلم في حاجه تانية في الموضوع ده اكتر او كده، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس. ويا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب القناه وتشيروا مع اي حد ممكن يكون هيستفيد بالكلام اللي انا بقوله. كان معاكم ماجي حرفوش لايف كوتش. يومكم جميل ان شاء الله.